سيبهم. جيبك ميه او حاجه ساعه؟ نعم؟ جيب ميه او حاجه ساعه؟ اصبري بس، امسكي نفسك. طب ايه واحده بس. انا بس مش عايز ميه، انا كنت عايز الدكتور احمد. مفيش حد بالاسم ده. الدكتور احمد ابراهيم. انت عايز احمد ابراهيم؟ امراض نسا واولاد الدكتور. لا حضرتك العماره كلها من اولها لاخرها لا فيها احمد ولا محمدين، ما فيهاش دكاتره نهائي. انا متابع عنده بقالي 6 اشهر متابع عنده باجي له كل اسبوع هنا هنا اهو وفي الشقه دي وبرن نفس الجرس ده اهو كده اهو برن كده. مش ده اللي بيحصل يا حبيبتي ولا لا؟ ايوه هو ده اللي بيحصل. انت الدكتور حوش يا ماما بص خلاص انا امسك لا فين؟ طب راح فين بس يا عم؟ تعالى هنا مفيش احمد هنا يا مدحت. يا دكتور احمد يا بيه مفيش احمد هنا. انت خش دكتور احمد يا عم رحمة بس. يا دكتور احمد يا عم مفيش احمد هنا. يا شهيرة خش من تحت بالقلم يا جدع انت. يا دكتور احمد الواحدة لما بتبقى في التاسع بتبقى على اخر. اوكي ماشي انا فاهمه. يعني انا قلب ايدي اعمل ايه؟ هو ممكن مثلا راكبين تاكسي انا وهي ممكن تروح ايه والده. انا قلب ايدي ايه دلوقتي؟ مش ده خالص، هي تعبانه خالص يعني. انا مش طالب اي اعمل حاجه. لك ايه؟ اعمل لك ايه؟ اجيب لك ايه؟ لا طب بضاعة حبيبتي امسكي نفسك، امسكي اعصابك بس. بصي هسيب لك طب قدام المستشفى. طيب لا مش مستشفى، انا جاي بس عايز الدكتور احمد ابراهيم. مفيش حد هنا اسمه احمد مين احمد ابراهيم؟ الدكتور احمد ابراهيم. فين ده حضرتك؟ دكتور احمد ابراهيم امراض نسا وولاده. ده فين؟ الشقه دي حضرتك؟ شقتي انا؟ مفيش حد اسمه احمد هي ابراهيم. دي شقه حضرتك؟ دي شقتي انا. امسكي نفسك كده. لا بصي امسكي ايد المدام عضيها. امسكي ايه المدام ايه؟ ده في ايه اصلا؟ انا بس عايز ايه؟ انا بس على الدكتور قلت لك مفيش حد هنا بالاسم العنوان غلط. العنوان غلط. القرن طش حضرتك. طش خلاص يا اخويا. انت مدام عارفه بس انا مش طب عارف. يعني هنعمل ايه؟ ما تاخدها مش عارفه. ايه ده انت كده؟ بس يا شهيرة يا شهيرة الواد اللي خايف على الباقي يا شهيرة يا دكتور احمد مش فاهماك يعني. انا جيت للدكتور احمد ابراهيم. يا بنت الحطاطه يا بنت الحطاطه 8 اشهر وانا حامل وتقعد تعضني. حرام تقولي حرام عليك. مش عارفه اعمل ايه. طب حلة ميه سخنه وحبل مشد زي حبل الغسيل. طب اعمل ايه؟ بتقول ايه؟ انا هتتولدي. شوف مراتك يا عم. حلة ميه سخنه يا عم. يا عم ابني. انتي مين؟ الرغيف، العيش الملدن والفلاحي، والعيش والملح اللي نفسك بناتك ياكلوهم. كل لقمة بتخبزيها بتحتاجي فيها بطاقتك، من أول كيس الدقيق اللي بتاخديه من حقك في التموين لحد تمن الكيس اللي بتجيبيه من معاشك. المستقبل الكبير اللي بتخططي له وانتي مطمنة إنك لو تعبتي أبواب الوحدة الصحية هتكون مفتوحالك. بيعدي عليكي أوقات كتيرة بتقولي وهعمل إيه بالبطاقة؟ بطاقتك حقوقك. بطاقتك دلوقتي تقدري تعمليها من غير ما تحتاجي لمشاوير وطوابير أو مصاريف، علشان كل مصرية تاخد حقوقها، وقوافل السجل المدني هتجيلك لحد عندك.
اي ست ممكن تولد ولد بنت، ولد وبنت، بنتين، ولدين، او 3 4 5 6 طبعا حسب الظروف. لكن ست تولد قزم وكمان يطلع يجري، ده اللي مش ممكن يحصل ابدا. بس طبعا بنشوفه مع بعض في برنامجكم اديني عقلك. خلصت حلقتنا النهارده، نشوفكم بكره واديني عقلك.